مملحات لازم يكونوا حاضرين في الطاولة الرمضانية. جيتكم ب4 مملحات بعجينة مورقة ناجحة 100%. من يوم رايح ما تزيدوش كامل تشوها من برا تولي تخدموها غير في الدار. تابعوا معايا نوريكم كيفية تحضيرها. العجينة عندنا 700 غرام فارينة، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، 70 غرام زيت. نبسسو العجينة، بعد نضيفو لها ملعقة خل، نطموها بالماء حتى تلم معانا ونعجنوها 2 دقايق ونخلوها ترتاح من ساعة ونولو ليها. بعد نجو نحلو زبدة التوريق على شكل مربعات ونضربوها بهاي الطريقة بعجينة سهلة. كي نجو نحلو العجينة بعد ما ارتاحت العجينة نجو نحلوها. تابعوا معايا هنا مليح، هذه طريقة سر نجاح العجينة المورقة. نحطو زبدة التوريق في الوسط ونغطو عليها بالعجينة كيما راكم تشوفوا ونحلوها. بعد ما حليناها نزيدو نطبقوها بالطول ونزيدو بالعرض. هذه الطريقة نعودوها 3 خطرات. نزيدو نحلو العجينة، بعد ما حليناها نزيدو نطبقو بالطول وبالعرض، بعد نزيدو نحلو العجينة نطبقوها بالطول ونزيدو بالعرض. وشوفوا لي نتيجة التوريق ناجحة 100%. نجو نوجدو الحشو. عندنا حبة بصلة نخلوه حتى تكمل، نضيفوها نص دجاج نخلوه حتى يطيب، بعد نضيفو التوابل، نضيفو رشات من الفلفل الأسود، الكركم، نضيفو الزيتون، المعدنوس، فنجان من الكريم فريش، كمية من الفرماج، نضيفو الملح رشات من كثروش، نخلوه يطيب ويبرد ونولو ليه. بعد نجو نشكلو المملحات. اول حاجه بديت بلي شوصون، درت الحشو في الوسط، درت بيض وغطيت عليه بهذا الشكل، جا شكل هلالي. فوالا بعد لي فولوفو شكلت دوائر كيما راكم تشوفوا. بعد ثقبتها بالمول يكون صغير على الاول، وبين طبقه بطبقه تتبيض بيض باه ما تنحرش في الفوق. بعد حليت العجينه باه نشكل مملحات ثالثه، قطعت على شكل مستطيلات. حطيت الحشو في الوسط وشكلته بهذه الطريقه، وحطيت حبه زيتون في الوسط بهذه الطريقه، وراه واجد معنا المملحات الثالثه. هنا بنفس الطريقه بدت غير الحشو تزيين فقط. وهذا الشكل مملحات الاخر على شكل قلب. بعد حطيت الحشو في الفولوفون ودت الفرماج، ندهنوها بالصفر مع شي قهوة، ندخلوها داخل الفرن طيب من تحت الفوق حتى تعطينا اللون الذهبي. وهذه النتيجة النهائية. شاء تكون عجبتكم الوصفة، جربوها وبصحتكم. مع السلامة مع وصفة أخرى. ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني.